كيبدا الفيلم ديالنا بجوج ديال الخواتات سمياتهم أنجيلا وجيسيكا، هما غاديين هربانين من البوليس اللي تابعينهم على حسب الشنطة اللي معاهم باش نعرفوا شنو واقع ليهم. غادي نرجعوا بسيمانة قبل من هاد النهار، كنشوفوا البنت أنجيلا اللي خدامة معلمة ومربية في الحضانة، وباينة خدامة غير بزز حيت ما حاملاش هاد الخدمة. من جهة أخرى عندنا اختها جيسيكا اللي خدامة سرباية وما حاملاش حتى هي خدمتها. جيسيكا كملات نهارها في الخدمة ورجعت للدار عيانة باغا ترتاح، تما كتلقى دارهم عامرة بالعيالات الحاملات، كانت ما جا معاهم بحال اللي عندهم دار رعاية الحوامل. جيسيكا جاية عيانة ولقات هاد الروينة كاملة في الدار فتعصبات منها، وحتى فاش دخلت للحمام تبعتها ما مع صحاباتها وخنقوها حتى تما. شوية صونا لجيسيكا التليفون، هضر معاها شي حد، وهنا هي سولات ما فين جات مدينة فلورنسا. ما قالت لها علاش كتسولي، هي جاوبتها با مات وعيطوا ليه خاصني نمشي لتما. فعلا الغد ليه صبحت في هذيك المدينة ومشات للسبيطار، تما كان اول لقاء ليها بختها انجيلا اللي من مرا اخرى. في ذاك اللحظه جا عندهم طبيب من المشرحه وسولوهم فين هي بنته دخلت تشوفوا، وهما وقفوا بجوجات ودخلوا لعنده، ولكن واخا وراه ليهم ما تعرفوش عليه حيت من شحال هادي ما شافوه. تما جات السكرتيره ديالو هي اللي عرفاتو، هي قالت لبناتو باكم كان راجل طيب امين وشريف، ولكن دخل في قضايا ديال الفساد هما اللي غرقوه، واخا هو ما عنده حتى دم فيهم. مور ما شافوا البنات وخرجوا لبرا، جيسيكا سولات السكرتيره على باهم واش خلا شي ورث، هي صدمتهم وقالت لهم لا ما خلا والو غير واحد البرطمه. هنا هما بجوجة تصدموا حيت كانوا كيتسناو يورثوا بزاف ديال الفلوس بما انه لاباس عليه. من بعد خداتهم السكرتيره للكنازه ديالو، ومن بين الناس اللي شافوهم جاو للكنازه ديال باهم عرفوا ان باهم كان مهم بزاف ومعروف. فاش كملوا الكنازه السكرتيره عرفتهم على العمده ديال المدينه وعلى راجل سميتو ايزيكيل، كانوا صحاب باهم واقرب الناس ليه. موراها داتهم للبرطمه اللي قالت لهم عليها، مع دخلوا تصدموا من الحجم ديالها حيت كانت كبيره بزاف، مجهزه ومصوبه باحدث واخر مكاين، وكلها كتخدم غير بالتكنولوجيا من واحد الطابليت خاصه بها. هاد الطابليت كتقدر دير منها كلشي وتحكم في كلشي. ولكن زادت صدمتهم السكرتيره فاش قالت لهم حتى هاد البرطمه ما غاديش تبقى حيت عليها الحجز من البنكه وغادي تتباع في المزاد العلني، ولكن نتوما تقدروا تجلسوا فيها هاد المده حتى تتباع. موراها مشات وخلات الخواتات فيها. تما كنشوفوا انجيلا كتشم في حوايج باها وكانت متاثره وحزينه على موته، العكس ديال اختها جيسيكا اللي كانت مبرده الاعصاب وكتفرج على المنظر من السرجم. انجيلا جات عندها وقالت لها كيفاش قادره تكوني مرتاحه هكا والاب ديالنا عاد مات. جيسيكا جاوبتها ماشي شي حاجه كبيره هادي عادي. تما ما قدرتش تزيد تهضر معاها ومشات خدات هذيك الطابليت كتقلب فيها وتشوف، بقات كتبرك فيها حتى تفتح ليها باب سري من واحد الحيط، وهما وقفوا بجوجات قدامه. وهنا بانت لهم المفاجاه حيت الحيط كله عمر فلوس. بالصدمه رجعوا سدوه واتفقوا يرجعوا دابا لديورهم حيت عندهم حياه خاصه تكمل حتى يرجعوا يتلاقاو من بعد. وفعلا كل وحده فيهم رجعت لدارها وكملوا نهارهم عادي طبيعي. في النهار الثاني تلاقاو في البرطمه ديال باهم. انجيلا سولات اختها شنو غادي نديروا بهاد الفلوس كلها. جيسيكا مازال ما فكرت شنو دير بيهم، واحسن حاجه يديروا دابا هي جلسوا يهضروا اكثر. داكشي النيت اللي داروا، هما مشاو لاقرب مطعم واللي كان غالي بزاف، تما طلبوا شي حوايج ما عمرهم كلاوهم وجلسوا بجوجات مع بعضياتهم. في هاد اللحظه جا عندهم هذاك السيد ايزيكيل صاحب باهم اللي كانوا تلاقاو في الكرازه، وقف عليهم وقال لهم الماكله هنا غاليه بزاف وطريقته في الهضره كانت غريبه معاهم شويه. المهم فاش كملوا مشاو يخلصوا شافوه جالس مع الناس في طبلتهم وكيشوفوا فيهم وكيضحكوا. هادشي دخل البنات الشك. مور ما خرجوا انجيلا قالت لختها عندك تكون هاد الفلوس اللي كنخسروا فيها دابا ديال هاد الناس زعما يكونوا كيتسالوا على الاب ديالنا. جيسيكا قالت لها واخا نيت تكون فلوسهم حنا شكون غادي يعرفنا راه لقيناها، بما انه كان مخبيها يعني راه ما عرفها حد. وقالت لها انا وياك من حوايجنا والمنظر ديالنا كنبانو ناس عاديين، وإلا خسرنا بزاف ديال الفلوس غادي يشكوا فينا، يعني باش ما يكونش هاد الشك خاصنا نبدلو المظهر ديالنا. ولكن انجيلا ما بغاتش تصرف من هذيك الفلوس حيت خافت تكون ديال شي حد. تما بقات مع اختها جيسيكا حتى قنعاتها على الاقل يشريو غير حوايج مزيانين تبين بلي عندهم الفلوس وماشي ناس فقيرين. هنا انجيلا وافقت ولكن بشرط يشريو غير الحوايج الاساسيه باش ما يلفتوش الانظار. تما مشاو للمول الكبير باش يتقداو وكل وحده مشات تقدا بوحدها باش ما يشوفوهم حد مع بعضياتهم. مور ما كملوا تلاقاو انجيلا لقات اختها جايبه معاها محل على قدو ديال الحوايج. هي قالت لها بهادشي اللي درتي راكي ما مشيتيش على الاتفاق ديالنا، ولكن جيسيكا ما شافتش راسها غلطه وما داتهاش في الهضره ديال اختها. فاش كانوا راجعين للدار طلعوا في السانسور وطلع معاهم صحفي حتى هو جاي لتما. بالغلط وبلا ما تحس جيسيكا قالت لاختها بلي شرات التليفون بفلوس الخدمه ديال عام. هادشي كيدخن شويه ديال الشك، وحتى الصحفي اللي معاهم في السانسور
سور حس بهذا الشيء. المهم فاش دخلوا للدار جلسوا بجوج مع بعضياتهم فرحانين بالحوايج اللي شراو، ودوزوا عشيه زوينه ناشطين حتى طاح الليل. تما سمعوا الدقان في الباب فخافوا بزاف، لدرجه جيسيكا قالت لختها غادي خصنا نقتلوا هذا اللي جاي كيدق علينا. ولكن انجيلا هدناتها وموراها فتحوا الباب فلقاو هذاك الصحفي اللي كان طالع معاهم في السانسور. هو سولهم واش كتعرفوا مول هاد الدار. جيسيكا كانت سالفه بزاف فنقزات وجاوباتو لا ما كنعرفوش. تما انجيلا قالت له تقدر تقول لنا شنو بغيتي. هو قال لهم انا كنت مخلي شي حاجه ديالي عنده هنا. وهي تجاوبوا حنا فاش ممكن نعاونوك. قال لهم الا بانت لكم شي حاجه في الدار وحسيتوا بها ديالي عطيوها لي. وموراها مشى بحالو. النهار الثاني انجيلا كانت في خدمتها وهي تشوف العمده ديال المدينه جاي لعندها. هي خافت بزاف وما عرفتش علاش ولا شنو باغي اللي جاي عندها حتى لانا. المهم فاش دخل عندها قال لها بلي عندي شي حاجه ديالي في الدار ديال باك وخاصني ناخذها. هي سولاتو شنو هاد الحاجه، فقال لها هاد الحاجه كتعلق بالحمله الانتخابيه ديالي، وسولها امتى ممكن يجي ياخذها. بقوه الخلعه اللي فيها قالت له الوقت اللي يناسبك اجي. في الليل تلاقات هي واختها في الدار. هي قالت لها بلي الفلوس اللي هنا ديال العمده وغادي يجي ياخذها على حسب الحمله الانتخابيه ديالو. انا جيسيكا منين سمعت هاد الشيء كاع طموحاتها واحلامها تهرسوا. اما انجيلا طلعت الفوق كتشنط حوايجها باش يخويو الدار. فاش نزلات لقات اختها خدات من الفلوس وخلات ليها رساله ومشات. هي نزلت كتجري لحقات عليها فلقاتها مازال ما بعدات. وقفات عليها معصبه وقالت لها هاد الفلوس ماشي ديالنا ديال الناس، وهاد الشيء اللي درتي راه سرقه وما مزيانش. جيسيكا قالت لها بانا سنين هو عايش لاباس عليه وما مسوقش لينا حنا، وفي الاخير ما يبقى لينا حتى شويه من داكشي ديالو، راه ماشي حق هذا. وانا دابا خيت غير داكشي اللي ممكن يكون ديالي وغادي نسافر ونعيش به بعيده على هنا. انجيلا قالت لها هاد الفلوس ماشي ديالنا وماشي بعيد لا خديتيها ومشيتي يشدوك في الحبس ولا يقتلوك كاع. المهم هما جالسين انجيلا شاف جوج رجال واقفين بعيد شويه عليهم وكيشوفوا فيهم، فشكات لي يكونوا تابعينهم. تما خدات الشنطه اللي عامره بفلوس اختها ومشات من هاد البلاصه بالزربه باش توضر عليهم. جيسيكا وقفتها وقالت لها حنا علاش هربانين دابا. انجيلا جاوبتها هادوك الجوج اللي كانوا حاضيننا ماشي بعيد يكونوا من الرجال ديال العمده. جيسيكا قالت لها وانت باش عرفتي هادشي ممكن. هي جاوبتها حيت راه العمده هذاك وحاجه باينه يكونوا عنده عينين فين ما مشينا باش يحضينا وهما واقفين. داز من حداهم هذاك الصحافي مخرج الكليبات ديالو يمشيهم، غير شافوه عطاوه في الدار ومشاو. وعاود فاش وصلوا لواحد الدوره تلاقاو بايزيكيل وحتى هو نفس الشيء داروا معاه، دوروا جاهم وقلبوا الطريق. وهنا دازوا من قدام معرض ديال الطوموبيلات. كيف العاده جيسيكا والافكار ديالها اللي ما كيتسالاوش دخلت اختها للمعرض وقالت لها علاش اللي ما نشريوش طوموبيل. فاش دخلوا استقبلهم مول المعرض ومعنا سولوا على الثمن ديال الطوموبيلات. مول المعرض كان مستغرب شويه من الطريقه ديال هضرتهم. المهم جيسيكا شافت الطوموبيل ديكابوطابل، هي عجباتها فجرات اختها ومشاو ركبوا فيها يشوفوها. غير ركبوا شافوا ايزيكيل واقف قدام الباب ديال المعرض مع هذاك الصحافي. بغياهم نزلوا راسهم تحت الطوموبيل وتخبعوا باش ما يشوفوهمش. بقاو شويه هكاك حتى جا عندهم السيد سولهم واش غادي تشريو الطوموبيل. الخواتات قالوا له عجباتنا غادي نشريوها. فسولهم على شنو هي الطريقه باش غادي يخلصوا. تما قالوا له غادي نخلصوها دابا وكاش. السيد زاد شك فيهم كثر وقال لهم غادي نتواصل مع شركه على هذا الشيء ونجي عندكم. هو مشى دخل المكتب ديالو هز التليفون وبدا كيهضر وكان كيبان غادي يدير شي حاجه. بغي الخواتات فهموا انه كيعيط للبوليس، وفعلا السيد عيط على البوليس يجيو عنده. ولكن الخواتات كانوا خرجوا قبل ما يوصلوا عليهم وهربوا من تما وما شافوهم حد. هذا الشيء غادي يرجعنا للقطه الاولى من الفيلم فاش كانوا هربانين. المشكل دابا انهم تابعينهم البوليس وحتى العصابات. هذا الشيء عصب انجيلا بزاف فقالت لختها هذا الشيء اللي درتي تسبب لينا غير في الصداع والمشاكل. من الاول قلت لك الفلوس ديال الناس وحاجه باينه غادي يجيو يقلبوا عليها، ودابا لا انا لا انت ما غادي نكونوا في امان بهذا الخطا اللي درنا. جيسيكا ما عرفت ما دير ولكن شدات الفلوس قسمتها بالنص، خلات لختها النص وخدات هي النص ومشات وخلاتها. انجيلا خدات الشنطه ومشات جلست في الشارع دايخه وما عارفه شنو دير. تما كتشوف عاود ايزيكيل وهذاك الصحافي مع بعضياتهم جايين جهتها. هنا هي حاولت تدور وجهها عليهم. اما اختها جيسيكا مشات هذيك الساعه للمرسى وقطعت التيكي باش تاخذ الباطو وتهرب. ولكن في النقطه ديال التفتيش السكانير بين لهم الفلوس اللي كاينه في المحفظه ديالها، وداك الساعه علموا البوليس اللي جاو شدوها حيت كتهرب الفلوس. وما طلعوا على الطوموبيل ديالهم ومشاو. في الطريق دازوا من حدا انجيلا وهي غير شافت اختها في هذاك الوضع ما قدرتش تسمع فيها واخا ما عرفاش باش ممكن تعاونها. وتما لحقت عليها الكوميساريه اللي داوها ليها، دخلت في الاستقبال سولاتهم على اختها. الضابط قال لها اختك شدوها بتهمه
تشتري بالدولار. وهنا أنجيلا قالت له أنا مستعدة نعطيك الفلوس اللي ما كتحلمش بيهم، غير عاوني نهرب اختي من هنا. هادشي سمعو كاع الضباط اللي كانوا حاضرين وجاو تجمعوا عليها. هي فتحت لهم هذيك الشنطة وقالت لهم هذه كلها ديالكم إلا خرجتوا اختي. وهما في ذاك اللحظة طمعوا ما غاديش يخسروا هاد الفرصة. داك الساعة طفاو الكاميرات وخرجوا جيسيكا وخلاوها تهرب. هي شدات في يد اختها وبقاو كيجريو حتى بعدو، وكانوا فرحانات بزاف حيت تجمعوا مرة أخرى. فاش وقفوا أنجيلا قالت لها الناس فاش كيكونوا فرحانين شنو كيديروا. جيسيكا عنقتها بكل جدوع وقالت لها شنو كيديروا. موراها رجعوا للدار. في الباب ديال العمارة لقاو السكرتيرة مع العمدة وكانوا جايين باش ياخذوا داكشي اللي بغا. وهما طلعوا مجموعين للدار. السكرتيرة مشات لبيت باهم وجابت واحد الأجندة عطاتها للعمدة. هو غير شدها فرح وقال لهم هذه هي اللي كنت كنقلب عليها. وموراها مشى بحالو. هنا البنات فرحوا بزاف حيت ماشي الفلوس اللي كان جاي ياخذ. وهما رجعوا لبيت باهم فتحوا الحيط السري فلقاو الفلوس في بلاصتها كيف ما خلاوها. تما عاد فهموا ان الفلوس اللي هنا ما ديال حد وحتى حد ما عرف عليها شي حاجه اصلا، حيت باهم كان باخير وعايش غير كيجمع في الفلوس. شويه رجعت عندهم السكرتيره والحيط مازال مفتوح. وقفات وقالت لهم صافي الدار لا غادي تباع وخاصكم تخرجوا منها. وقالت لهم بلي غادي توحشهم. وفاش بغات تقرب وتعنقهم وهما ما خلاوهاش تقرب حيت كون قربات كون شافت الحيط اللي عامر فلوس. الخواتات قالوا لها حتى حنا كنشكروك على كاع داكشي اللي درتي معنا حتى لدابا. وموراها خلاوها تمشي. اما هما كملوا الفرحه ديالهم فلوسهم اللي غادي يتصرفوا بها دابا كيف ما بغاو بلا ما يخافوا من شي حد. طرف من هاد الفلوس تبرعوا بها الحضانه اللي كانت خدامه فيها أنجيلا باش تصلح وتزين. الشركات ديال الحضانه فاش شافوا شحال ديال الفلوس تعطات ليهم سقفوا بقوه الفرحه. وطف اخر من الفلوس جا في حق ماين جيسيكا اللي حتى هي فرحات بزاف بيهم حيت غادي تقدر تطور دار رعايه الحوامل. موراها الخواتات جيسيكا وانجيلا شراو دار جنب البحر وعاشوا بجوج مع بعضياتهم فرحانين بالفلوس اللي خلى لهم باهم. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجايه. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.